في حاجات كتير صغيرة بنفتكر إنها عادية، لكنها أول مسمار في نعش الجواز. ده حقيقي، ومصيبتها إنها بتيجي بهدوء لحد ما تلاقي نفسك بتسأل إحنا وصلنا هنا إزاي؟ إحنا جينا هنا إزاي فعلا؟ أول حاجة هي التعود على وجود شريك حياتك لدرجة إنك ما عدتش بتقول له كلمة حلوة، وما عدتش بتسأل، وما عدتش بتركز في التفاصيل اللي كانت بتفرحه قبل كده. تاني حاجة هي الإهمال العاطفي. الإهمال العاطفي يا جماعة ممكن تعيشوا في نفس البيت لكن القلوب بعيدة أميال عن بعض، مفيش حوار ومفيش دعم ومفيش حتى حضن وقت التعب. وتالت حاجة هي الكبرياء القاتل. يعني أنا ممكن أغلط في شريك حياتي وما أقولش آسف، يعني أتكبر إن أنا أقول آسف. فكرة إنك ما تعتذرش أو ما تقولش أنا آسف، أو حتى لو كنت شايف إن الطرف التاني هو اللي غلطان لكن محتاج دعمك. لو الثلاث حاجات دول موجودين في حياتك دلوقتي فأنت ماشي على طريق خطر جدا، لكن لسه في وقت تصلح، لسه في وقت تقول كلمة حلوة، تمد إيدك بالخير وتكسر الحاجز بينك وبين اللي بتحبه. الجواز مش بس بيعيش بالصدفة، الجواز محتاج شغل كل يوم، محتاج صيانة بالحب والود والكلمة الحلوة. لو الكلام ده لمس قلبك خليه يوصل لغيرك، واستناني في الحلقة الجاية لأننا لسه هنكشف أسرار أكتر عن الطريق اللي بيودي للطلاق والطريق اللي بيرجعك للحب تاني.